على سلامتكم. يقولوا لي فما امرأة في دار كبيرة كرمها ربي ب5 كناين، كل واحدة وصنعتها وشوار الدار بيناتهم. في ليلة موسم والحال سيف جاها مرسال من عند ولد بنتها من دروب السطوحات كالعصفور، خلقت لدار عزيزته وقال لها يمي ما غدوة باش نجيو نفطروا عندك. الحاجة فرحت واستلت وقامت من بيتها فزعت الدار الكل، قالت لهم قبل ما ترقدوا تحمروا لي الحوت وتجمروا لي البطاطا وتقليوا لي الخضرة وتعرقوا لي الخبز، غدوة بنتي البية تفطر عند ميمتها. من غدوة الصباح الحاجة قامت تلقى السفرة منصوبة والكناين صغارهم وراهم وحجراتهم على وجوههم وقصدوا ربي يطلوا على الأهل. جات بنتها قعدوا ونصبوا الميعاد وقامت الحاجة تمشي بالرقبوج تثبت في المخلب، ما لقاتش خبز. بدات تتحولف وقالت كيفاش الماكلة عدي والخبز ما فماش، ومنها هزت روحها للمتيبخة حطت الطاوة على الكانون وسخنت الزيت وبين صوابعها حركت شوية دقيق وسميد وزيت وربح، حلتهم كي ورقة الملاوي وتواتهم كي الجوابات. الزيت حماه رماتهم قلاتهم وحطوا السفرة. صغار بنتها شاخوا وعجبتهم الماكلة وفرحوا، وهي المسكينة باتت ركيباتها يسطروا. ما هو كي روحوا الكناين قالوا لها يا نانا يسلموا عليك ديارنا، ايش قولك في طبيخنا؟ سكتت ما جاوبتهمش وعرضت سبحتها. ولدها الكبير قام قال لها شكلاوي يا قالت له هي تخزر للكناين كلاوي ركاية بالعزوزة، وحكات له الحكاية وسهروا ليلة شعبانية والضحك للصباح. هاي بخاطركم.